كلية تربية رياضية. بما اننا في الوقت الحالي اختبارات القدرات شغالة، طلاب كتير من الناس اللي خلصوا ثانوية عامة عاوزين يدخلوا كلية تربية رياضية، فبيكونوا عاوزين يعرفوا بقى نظام الدراسة في الكلية عامل ازاي، وايه هي مميزات وعيوب الكلية ومجالات العمل. وانا واحد من الناس قبل ما ادخل الكلية كنت بدور برضه على فيديو زي ده علشان الاقي حد يكلمني عن الكلية ويقول لي مميزاتها وعيوبها وايه اللي بيحصل فيها ويفهمني الدنيا رايحة فين وجاية منين. علشان كده انا حاسس بيك وعملت لك الفيديو ده. يلا بينا. انا كابتن احمد الفخراني، خريج كليه تربيه رياضيه قسم التدريب الرياضي جامعه كفر الشيخ، وفي الفيديو ده هكلمك عن نظام الدراسه في كليه التربيه الرياضيه واختبار القدرات اللي بتعمله في البدايه قبل الالتحاق بالكليه وازاي تنجح في الاختبار ده، وهعرفك ايه هي اقسام كليه التربيه الرياضيه وكمان مجالات العمل اللي ممكن تشتغل فيه، وبرضه هعرفك ايه هي عيوب ومميزات الكليه. طيب اولا، ايه طبيعه او نظام الدراسه في الكليه؟ بالنسبه لمده الدراسه بتكون 4 سنوات دراسيه، سنة بتكون متقسمة لترمين، الترم أول والتاني، وممكن نقسم الدراسة في الكلية لمرحلتين. المرحلة الأولى اللي هي سنة أولى وتانية، ودي بتدرس فيها البيزك ساينس أو العلوم الأساسية في المجال الرياضي والمبادئ بتاعت كل تخصص وجميع الرياضات الموجودة في الكلية، زي مثلا ألعاب القوة والكاراتيه والسباحة والتايكوندو والى اخره. وبتاخد مواد تانية برضه نظرية زي التشريح والفسيولوجي وتربية القوام والتربية الصحية وعلم الحركة ومبادئ التدريب الرياضي ووظائف الاعضاء وعلم النفس وطرق تدريب. يعني المواد دي تقدر تقول ان هي الاساس اللي انت هتطلع عليه في الكلية. اما المرحلة التانية اللي هي سنة تالتة ورابعة، ودي بتكون مرحلة التخصص. بعد ما تكون خلصت المرحلة الاولى وفهمت كل الاساسيات ومريت على كل التخصصات، تبدأ بقى تتخصص في سنة تالتة في القسم اللي انت حابه. وطبعا القسم اللي انت بتتخصص فيه بتدرس المواد التخصصيه بتاعك. يعني مثلا لو اتخصصت في قسم التدريب بتدرس بشكل اساسي ماده التخصص او الرياضه اللي انت اتخصصت فيها، بجانب طبعا مجموعه من المواد التانية الخاصه بالتدريب زي الاعداد البدني وتدريب الناشئين والتدريب الرياضي وتخطيط برامج التدريب. كذلك برضو لو اتخصصت في قسم زي قسم التدريب بتدرس برضو المواد الخاصه بالتدريس زي طرق التدريب وازاي ان انت بتعلم المهاره للطالب، زي ما انت كده كنت بتشوف مدرس التربية الرياضية في المدرسة. وده هينقلنا للسؤال التاني، ايه هي الأقسام الموجودة في كلية التربية الرياضية؟ الكلية بيكون فيها حوالي 6 أو 7 أقسام علمية، والأقسام بتختلف طبعا من جامعة للتانية أو من كلية للتانية، ولكن أنا هقول لك على معظم الأقسام اللي بتكون غالبا موجودة في كل الكليات. رقم 1، قسم التدريب الرياضي، وده القسم اللي بيؤهل المدربين في جميع الرياضات. رقم 2، قسم المناهج وطرق التدريس، وده اللي بيؤهل المدرسين في المدارس. القسم الثالث، قسم الإدارة الرياضية، وده القسم اللي بيؤهل الإداريين والقادة المسؤولين عن إدارة الأندية والمنشآت الرياضية عموما. القسم الرابع، قسم علوم الصحة الرياضية، وده القسم اللي بيؤهل أخصائي التأهيل البدني والإصابات وفسيولوجيا الرياضة وتغذية الرياضيين. القسم الخامس هو قسم علم النفس الرياضي، وده بقى بيأهل أخصائي نفس رياضي مسؤول عن تحليل سلوكيات اللاعبين والعوامل النفسية اللي بتأثر على أداء اللاعب. والقسم السادس، قسم الترويح الرياضي، وده القسم اللي بيؤهل أخصائيين متخصصين في تنظيم الفعاليات الرياضية الترفيهية. وفي بقى قسم السابع، وده غالبا بيكون مدمج مع قسم التدريب، وهو قسم علوم الحركة الرياضية. في بعض الكليات بيكون منفصل لوحده، وفي بعض الكليات تانية بيكون قسم التدريب وقسم علم الحركة بيبقوا الاتنين مع بعض. طبعا في مرحلة البكالوريوس بيكون متاح ليك 3 أقسام بس تتخصص في واحد منهم، وهما قسم التدريب وقسم التدريس وقسم الإدارة. أما باقي الأقسام مش بتقدر تتخصص فيهم غير في مرحلة الدراسات العليا زي الماجستير والدكتوراه. طبعا بيكون في شرط أساسي علشان تتقبل في الكلية وهو اختبار القدرات، وبيتم طبعا الإعلان عن مواعيد الاختبار على موقع الجامعة أو على الصفحات الرسمية بتاعة الكلية. طيب، اختبار قدرات تربية رياضية بيكون عبارة عن إيه وإزاي ننجح فيه؟ أول حاجة بيكون كشف السمات، ده بيكون عبارة عن مجموعة من الأسئلة بتكون أسئلة عامة في المجال الرياضي، وده ما تقلقش منه، يعني الأمور سهلة وهتعدي فيه، هي أسئلة بسيطة خالص. تاني امتحان عندنا وهو اختبار القوام، وفي الاختبار ده بقى بتقف قدام لجنة بيشوفوك لو أنت عندك أي مشاكل أو انحرافات قوامية ممكن تأثر عليك في الكلية، لأن طبعا الكلية بيكون فيها عملي وتدريبات وقفز وجري، فطبعا لازم يكون جسمك سليم.
وانت داخل برضو الاختبار بيقيسوا طولك ووزنك، وطبعا من المفروض ان طولك يكون متناسب مع وزنك. ما ينفعش ان انت تكون وزنك كبير قوي ولا تكون ان انت يعني نحيف قوي، فلازم الى حد ما يكون جسمك او طولك متناسب مع وزنك. ثالث اختبار بقى وهو الاختبار الرياضي، والاختبار ده بيتكون من حاجتين. الاختبار الاول وهو المهاري، وده بقى لو انت بتلعب لعبة معينة او في رياضة يعني معينة انت بتمارسها بيختبروك فيها. وتاني اختبار وهو الاختبار البدني، علشان يشوفوا بقى لياقتك البدنية ومستواك البدني، هل ان انت هتقدر ان انت تجري، هتقدر ان انت تعمل مثلا التمارين. يعني من خلال الاختبار ده بيقدروا من خلاله بقى يقيموا هل انت هتقدر تتأدي التدريبات العملية في الكلية لما تدخل ولا لا. لان في ناس طبعا بتكون ضعيفة جدا، ما بتقدرش تعمل اي تدريبات، ما بتقدرش تعمل اي تمارين، ما بيقدرش يجري، لو جرى شوية ممكن يقع. فطبعا لازم يكون البدني بتاعك كويس، لان خد بالك الكلية معظم الشغل فيها بيعتمد على العملي. هتنزل التراك كتير، هتجري في الملعب كتير، هتعمل تمارين كتير، فلازم تكون كويس في الحتة دي. واختبار البدني ده بيكون عبارة عن جري مثلا زي جري 100 متر وجري 800 متر وضغط وعقلة وتمرين بطن ووزن. فبتبقى يعني حاجات مش صعبة، ومعظم الناس بتأديها ومعظم الناس بتنجح فيها يعني. بس المهم ان انت يعني أدي كويس وحات اخرك وحات اللي عندك كله. رابع اختبار بقى اختبار الهيئة، زي ما سمعت كده اختبار الهيئة. في الاختبار ده بقى انت بتدخل بتقف قدام لجنة، بتعرف نفسك، بتقول اسمك، سنك، مجموعك مثلا في الثانوية، انت منين، كده بتبدأ ان انت تعرف نفسك بالشكل ده علشان يشوفوا انت بتتكلم ازاي، ويقيموا هيئتك كده وشكلك وانت بتتكلم. لان خد بالك الموضوع ده مهم جدا، لان انت بعد كده هتتعامل مع فريق وهتقود فريق، فلازم ان انت يكون عندك شخصية قوية وانت واقف بتتكلم قدام اللجنة. لازم تتكلم بثقة، ما تكونش خايف، ما تكونش متوتر، واهم حاجة ما يكونش صوتك واطي خالص وانت بتتكلم. دي مشكلة كبيرة جدا. معظم الناس لما بتيجي تتكلم وهي داخلة قدام اللجنة بيكون صوتهم واطي، فده بتكون مشكلة جامدة جدا، وبتخلي الدكتور اللي بيختبرك ياخد عليك ملحوظة، او ان هو مثلا يقول لك انت صوتك واطي، او يقول لك حاجة على موضوع الصوت ده. فلازم ان صوتك يكون عالي وواثق من نفسك وانت بتتكلم. وطبعا لبسك لازم يكون لبس مناسب، وانت رايح يفضل بقى ان انت تكون حالق دقنك وشعرك، ومش لابس بقى لا سلسلة ولا حظاظة ولا الكلام ده، ولا الحاجات، ولا حاجة مثلا بنطلون او لبس فيه قطع او خربشة او الكلام ده كله طبعا، لان الحاجات دي كلها مرفوضة جوه الكلية. انت بعد كده لما ان شاء الله تتقابل بقى وتبدأ دراسة في الكلية، الكلام ده كله بيكون مرفوض. وبس كده انت بقى كده خلصت اختبار القدرات ومبروك عليك دخلت الكلية. طيب بعد ما دخلت الكلية واتخرجت كده ان شاء الله، ايه هي بقى مجالات العمل اللي انا هشتغل فيها؟ ممكن تشتغل مدرس تربية رياضية في المدارس الخاصة والدولية والحكومية وجميع المدارس بقى بأنواعها. ممكن تشتغل مدرب في الرياضة اللي انت تخصصت فيها، سواء بقى في الأندية او في الجيمات. وكمان ممكن تشتغل في الإدارة الرياضية في الأندية ومراكز الشباب والاتحادات الرياضية. وكمان طبعا المجال اللي أثبت وجوده وبقوة الأونلاين كوتشنج. كمان ممكن تشتغل في التأهيل الرياضي في مراكز التأهيل والأندية، وحاجات تانية كتير زي التسويق الرياضي وتنظيم الفعاليات الرياضية والتحكيم. طيب من المميزات الحلوة بقى والحاجات الجميلة اللي بتكون متاحة ليك كطالب تربية رياضية، انك تقدر تشتغل في المجال وانت لسه طالب في الكلية وبتدرس، وتدخل دخل كويس وتجيب فلوس. وانا كان ليا ناس زمايلي كتير كانوا بيشتغلوا من وهم في سنة اولى. كان في ناس مثلا بتنزل تشتغل مع المدربين والدكاترة في رياضة مثلا زي السباحة، وبدأوا طبعا في الاول ان هم يتعلموا ويكتسبوا خبرة، وبدأوا بعد كده ان هم واحدة واحدة يعلموا ناس ويدربوهم. وطبعا ناس منهم بدأت ان هي تطور من نفسها وتاخد دورات وكورسات، ودلوقتي ما شاء الله عليهم يعني، وهم كمان لما وصلوا لسنة تالتة
كان كل واحد فيهم بيدرب في اكتر من مكان وعنده اكاديمية، ووصلوا لمستويات كويسة جدا. كمان في فترة الاجازة الصيفية كانوا يسافروا مثلا يشتغلوا في الانقاذ على الشواطئ وحاجات زي كده، وناس تانية كانت بتشتغل في الجمباز، الملاكمة، في مدربين في الجيمات. فده طبعا كان بيساعدهم بشكل كبير انهم يكتسبوا خبرة، وفي نفس الوقت بيشتغلوا في مجال دراستهم وهم لسه طلاب. فلو انت فاكر ان انت لسه هتشتغل لما تتخرج، فطبعا لا، انت ممكن تشتغل فعلا وانت لسه في سنة اولى. بس عايز اقول لك برضو حاجة مهمة، خد بالك ان الموضوع بيعتمد على اجتهادك انت. يعني مش معنى ان في ناس وصلت الناس دي وصلت عشان هي اجتهدت، وبرضه في ناس تانية دخلت الكلية زي ما دخلت زي ما طلعت صفر، وفي ناس تانية من اول يوم ليهم في الكلية قرروا ان هم يطوروا من نفسهم ويشتغلوا على نفسهم، وعايز يطلع حاجة وعايز يقف على ارض ثابتة في المجال ده، فبدأ ان هو يشتغل على نفسه من سنة اولى، ياخد دورات، ياخد كورسات، ينزل يشتغل مع الدكاترة مع المدربين علشان ياخد خبرة، يشتغل بإيديه. فطبعا بجانب اللي بندرسه في الكلية، فبمجرد ان انت بتخلص بقى الكلية بتطلع انت مستعد جاهز. ممكن بقى لو جات لك فرصة عمل في نادي كبير بتكون جاهز ليها، جات لك فرصة عمل في دولة بره فانت بتكون جاهز تماما، مش مستني بقى ان انت لسه تنزل تاخد خبرة بعد ما تتخرج والكلام ده. طيب ايه هي بقى عيوب ومميزات الكلية؟ طيب بالنسبة لمميزات الكلية، فرقم 1 مجالات العمل كتيرة جدا ومتنوعة. لسه بقولك دلوقتي انت اصلا مش محتاج ان انت تستنى لما تتخرج علشان تشتغل، انت ممكن حرفيا تشتغل وانت لسه في سنة اولى، وانت كمان هتعرف الموضوع ده اكتر وهتلمس الكلام ده لما تدخل الكلية. الحاجة رقم 2 ان الكلية بتجمع لك ما بين العملي والنظري، يعني مش مجرد كلام نظري وبس، انت بتطبق ان انت بتدرسه على ارض الواقع. والتطبيق ده ليه اشكال كتير، سواء بقى كان في الشغل اللي انت بتشتغله بره، او كان في المحاضرات العملي، او في التربية العملي اللي انت بتروحها بره بقى في المدارس والاندية. لان طبعا في سنة 3 ورابعة بيكون في مادة اسمها التربية العملي، دي بقى بتطلع فيها بره، بتنزل المدارس والنوادي وبتتعامل بقى مع الطلبة في المدارس وفي الأندية علشان تحاكي وتنفذ اللي انت بقى اتعلمته في الكلية، وتتدرب بقى على اللي انت هتواجهه بره في سوق العمل لما تشتغل بقى وتتعين فعلا. الحاجة رقم 3 من المميزات الحلوة في الكلية ان هي بتحسن لياقتك البدنية وبتحافظ على صحتك، بحكم طبعا التدريبات والتمارين اللي انت بتعملها في الكلية. والنقطة رقم 4 بتعلمك انك تكون قائد وليك شخصية قوية، وتقدر تقود فريق وتأثر فيه وتتعامل معاهم بمنتهى الثقة، لأن طبعا معظم الشغل في كلية التربية الرياضية بيكون مع مجموعات، وبيعلمك العمل الجماعي والتعاون. ودي حاجة مهمة جدا، لأن أساس المجال الرياضي هو التعاون وروح الفريق زي ما بنقول، والروح الرياضية. طيب نيجي بقى لعيوب الكلية. ويعني قبل ما نتكلم في النقطة دي علشان أكون صريح معاك، عايز أقول لك إن أي كلية في الدنيا زي ما ليها مميزات ليها عيوب، أو هي مش عيوب بالمعنى الحرفي بقدر ما هي ممكن نقول إن هي ممكن تكون حاجات مش مناسبة بالنسبة لك ومناسبة بالنسبة لشخص تاني. وعلى فكرة برضو أي كلية في الدنيا ليها معاناتها الخاصة، مفيش كلية اللي هو سالكة كده 100%. ويعني انت حتى لو جيت تسأل أي حد في أي كلية تانية وقلت له انت مبسوط في الكلية او ايه الحاجات اللي مضايقاك او ايه العيوب اللي انت شايفها في الكلية، هتلاقيه قاعد بيرصلك قائمة عيوب وقائمة مشاكل هو بيواجهها في الكلية. فحتة ان حد مرتاح في مكان ده، دي حاجة مش هتلاقيه. والحقيقة ان كلية التربية الرياضية من الكليات اللي على عكس ما ناس كتير معتقدة او ناس كتير فاهمة ان علشان الكلية بتاخد من مجموع مش عالي فمعنى كده ان الكلية ما حدش بيحضر فيها، واللي عايز يحضر يحضر واللي مش عايز يحضر ما يحضرش، والامور يعني ايه عادي، اللي عايز حاجة براحته. فعايز اقول لك ان انت لو فاكر كده او داخل الكلية على اساس كده،
فنصيحة ما تدخل، لان حرفيا هي الكلية بتكون كلية شبه عسكرية وفيها التزام وانضباط شديد جدا، ولازم تكون مثلا ملتزم بالزي الموحد. الدفعة بيبقى لها زي معين لازم الكل يلتزم بيه، يعني مثلا كل دفعة بيبقى ليها زي معين بلون معين تلبسه. يعني مثلا سنة أولى كانت بتلبس أصفر، تيشيرت أصفر وبنطلون أسود، سنة تانية أخضر، تالتة أزرق، رابعة أحمر. فطبعا كل دفعة ليها زي معين خاص بيها، ولازم ان انت تلتزم بلبس الزي ده، وخاصة في المحاضرات العملي. وساعات كمان في دكاترة ممكن بيقول لك لازم تلبس الزي بتاعك في المحاضرة النظري كمان. فحتة الزي الموحد دي نقطة مهمة جدا. وكمان النقطة التانية انك لازم تكون حالق شعرك ودقنك. الشباب لازم كل الشباب تكون حلقة الشعر الدقن، مفيش مش لابس خاتم، مش لابس حظاظة، مش لابس سلسلة. الحاجات دي كلها ممنوعة. لو لابس مثلا لبس ضيق او لبس مخربش او مقطع او الحاجات دي كلها مرفوضة تماما في الكلية. وخد بالك بقى ان انت لو عملت فيها ناصح بقى وقلت هتعدي ومش عارف ايه وبتاع والكلام ده، ما بتعديش حرفيا. انت ممكن بعد ما تدخل المحاضرة الدكتور يطردك من المحاضرة علشان بقى مش ملتزم بالزي بتاعك، علشان شعرك طويل، علشان دقنك مش طويلة، علشان لابس سلسلة حظاظة، مش عارف ايه. اي حاجة من الحاجات دي بتكون مخالف فيها ممكن الدكتور يطلعك بره المحاضرة وما تحضر. وطبعا لو انت انطردت من المحاضرة بقى وكل مرة ما بتحضرش، فطبعا الغياب بيأثر عليك، لان طبعا كل محاضرة بيكون ليها حضور وغياب. طبعا لو انت غبت كتير ممكن تسقط، وممكن كمان تاخد حرمان من دخول الامتحان، لان بيكون ليك نسبة حضور تقريبا بتكون حوالي 60% او 70% تقريبا من المادة. لازم تحضر 70% من المحاضرات بتاعة المادة. لو ما حضرتش النسبة دي تسقط، وده قانون يعني لازم ده يخليك ان انت تشيل المادة رسمي. وغير كده كمان ان الطالب اللي بيكون حضوره قليل طبعا الدكتور بيديله درجات وحشة في اعمال السنة، في امتحان العملي. وامتحان العملي بتاع اخر السنة كمان في دكاترة بتقيم الامتحان ده على اساس حضورك كمان بنسبة كبيرة. فلو انت مش بتحضر كتير فده هيضيعك. كمان برضو من الحاجات اللي هي يعني كانت من العقبات اللي كانت بتواجهنا في الكلية حتة الإصابات. يعني كان في محاضرات بيحصل فيها إصابات كتير، مثلا زي في الجمباز. عيل مثلا أو واحد بيعمل حركة معينة غصب عنه أو عملها غلط، أو عمل الحركة بشكل معين أو تمرين بشكل معين فيقع. مثلا كان في حد قبل كده رجليه اتكسرت، واحد تاني مشط رجليه مش عارف حصل فيه ايه، اللي حصل له التواء، اللي وقع على دراعه، اللي وقع على ظهره، اللي وقع على وشه. فيعني ايه حتة الإصابات دي واردة. فدي برضو من الحاجات اللي هي يعني مش لطيفة إلى حد ما. ولكن يعني الموضوع مش يعني مش مثير للقلق ان يخليك تقلق. دي بتكون حاجات نادرة بسيطة، يعني كل فين وفين كده لما تلاقي حد اتصاب عشان عمل حركة غلط. ولكن طبعا يعني لو انت واخد بالك ومركز ما بتتسرعش، بتعمل احماء كويس، بتسمع كلام الدكتور في الأداء الفني والخطوات التعليمية بشكل صحيح، فطبعا انت بتتجنب الإصابات. طبعا بيكون في وسائل أمان، مثلا في الجمباز بيكون في مراكب وفي حاجات أجهزة ووسائل أمان يعني. فحتة الإصابات دي ما تفكرش ان انت هتدخل تموت يعني، ولكن الموضوع بيحصل بس مش كتير قوي. وبرضه من الحاجات اللي هي التحديات اللي كنا بنشوفها في الكلية، زي مثلا ان المحاضرة ممكن تكون في الملاعب الخارجية، في طبعا بقى في الصيف بتبقى في الحر بقى بتعرف تعمل تمرين وتاخد المحاضرة في الشمس. وفي الشتاء لو في الشتاء بقى تبقى ممكن الدنيا بتشتي عليك وانت واقف في الطابور في المحاضرة، ما فيش اي مشكلة عادي خالص. ده فايه الموضوع
اللي هو في ناس ممكن بقى تشوف ان ده لا ده كده ما ينفعش وده صعب ومش عارف ايه وكده. فانا بنقل لك الصورة كاملة، زي ما بقول لك المميزات، بقول لك العيوب برضو او التحديات اللي هتواجهها. وبس كده، دي تقريبا كل حاجة في الكلية. لو في اي حاجة تانية عايزيننا نتكلم عنها اكتبوا لي في الكومنتات وقولوا لي ايه الحاجات اللي عايزيننا نتكلم عنها ونعمل لكم فيديوهات تانية. واخيرا بقى نصيحتي ليك كطالب ثانوية عامة او كطالب بقى شخص لسه مخلص الثانوية العامة، عايزك تفتكر دايما ان مفيش حاجة اسمها كلية قمة او قاع. الفكرة كلها ان الكلية ان انت تدخلها تتميز فيها وتجيب اخرك فيها هتعدي اي حد تاني في كلية مثلا من اللي بيتقال عليها كلية قمة. المهم ان المجال اللي انت تدخل فيه تثبت كفاءتك فيه وتتميز فيه، وهتلاقي نفسك بقيت ويعني وصلت لمراحل كويسة جدا. وانت مع الوقت هتكتشف الكلام ده وهتعرف الكلام ده بقى لما تدخل الكلية، وهتعرف ان في النهاية مفيش فرق وكله محصل بعضه، وإن الفكرة كلها بترجع لاجتهادك انت. وبس كده بقى، نكتفي بهذا القدر. نتقابل في فيديو جديد. سلام.